حبايب قلبي الحلوين وحشتوني. اخباركم ايه؟ ورمضان كريم يا بنات، ونعاد علينا وعليكم يا رب باليمن والبركات، اللهم امين يا رب. النهارده راجعين لكم فيديو جميل جدا وحاجات من الحاجات اللي احنا بنعملها في رمضان، واتمنى الفيديو يعجبكم يا بنات. ما تنسوش تحطوا اللايك والكومنت الجميل، واللي اول مره تتفرج على قناتي اتمنى انها تشترك وتفعلي زر الجرس عشان يوصل لها كل شعار جديد باذن الله. انت تعملي ايه يا دودو؟ انا هعمل معاكم طبق كرشه جميل جدا جدا جدا. احنا من عشاق الكرشه يا جماعه والممبار والحاجات الحلوه دي. زي ما انتوا شايفين كده، اول حاجه بحضر البصله بتاعتي وبنزل عليها بشويه الزيت كده واحمرها على النار واحده واحده. ما تنسوش يا بنات يا حلوين، احلى كومنت من احلى عيله واحلى اخوات في الدنيا، واحلى لايك. اللايك يا بنات، حطوا لايك. لوسة معلقه عندنا بالله عليكم، دي امانه. حطوا اللايك ما تنسوه. حطوا اللايك وصلوا على النبي كده، ونبتدي ربنا يجعل ايامنا كلها فيها خير ويمن وبركات، اللهم امين يا رب، احنا واياكم. انا هنا خلطت البصله بتاعتي وسبتها كده على النار. طبعا مش هننسى رشه الملح عشان خاطر ريحه البصله، عشان تتبل معاكي البصله بسرعه. وكنت في الوقت ده انا مطلعه الكرشه بتاعتي من الفريزر. وطبعا قبل ما احطها في الفريزر انا غسلاها كويس جدا، وكنت نقعاها بليمون وخل ومنضفاها، يعني تنظيف 10/10، عشان ساعة ما احب استخدمها في اي وقت طلعيها وتبقى جاهزة معاكي، مش تستني ما تفك لسه وتنقع والحوارات دي. وهنا انا بحب احط الكرش على عين تانية تتشوح كده الاول قبل ما احط عليها الصلصه. وانا انا عملت البصله بتاعتي اتحمرت زي ما انتم شايفين يا حلوين، وانزل عليها ايه بعصير الطماطم بتاعي اللي ضربه طبعا ضرب كويس، تضربيه ضربا مبرحا. حلوه ضربا مبرحا دي. ونزلت على البصلايه بعد ما اتحمرت كويس، طبعا الكرش على العين التانية. هنا انا هحط شويه فلفل اسود، وللاسف انا فوجئت ان البهارات عندي خلصت. ان شاء الله هنروح عشان نجيب شويه مشتريات لرمضان كده باذن الله. وشويه سكر عشان تعادل حموضه الطماطم. وهنا الكرشه برضو انا حطيت عليها شويه فلفل اسود. وبحب بقى ايه اخرط معاها بصلايه كده وهي بتتشوح كده. طبعا بشوحها من غير اي ماده دهنيه خالص، لا زيوت ولا سمنه ولا زبده ولا اي حاجه. هي فيها دهن هينزل دلوقتي الماده الدهنيه بتاعته وهيظبط الدنيا باذن الله. وهتشم الرايح كده جميله. هنا بخرط البصله تخريط ناعم، عشان هي اصلا من كتر ما هتتقلب مع الكرشه بعد ما تفك هتلاقيها استوت معاها، ومش هيكون لها اي اثر البصل، اكتر ما هيبقى طعمها حلو باذن الله. وجربيها على طريقتي وباذن الله هتعجبك. زي ما انتم شايفين كده يا حلوين. طبعا في الوقت ده انا بكون مجهزه معايا برضو فصين التوم، وبنزلهم اضربهم زي ما انتم شايفين كده، يقطعهم بالسكينه، يضربهم ادقهم في الهون. ده على حسب ما تحبي، يعني مش هتفرق كتير في الطعم. المهم يكون فيها توم فريش، ان التوم بيخلي طعمها حلو برضو. وبنغطي عليها بعد اللي ايه، بحط عليها البصل والثوم والفلفل الاسود، واغطي عليها واسيبها مع نفسها كده ايه، تاخد وتدي مع نفسها، وبتفك معاكي وبتبقى جميله وما شاء الله تبارك الرحمن. زي ما انتم شايفين فكت واستوت كمان، وكانت حاجه 10/10. هنا التسبيكه بتاعتي برضو كانت جميله جدا واستبكت. ونشيل بقى من التسبيكه واحط على الكرشه كده لعند ما تظبط معاكي، بتطلع ما شاء الله تبارك الرحمن جميله جدا، والطعم والله بيبقى جميل وحكايه. جربيها بطريقتي، طريقه سهله جدا ومش فيها اي افتكاسات ولا متعبة ولا اي حاجة، بس بتفرق معاكي في الطعم، بتفرق جدا بجد. وهنا انا سويت الكرشة لوحديها علشان تستوي، لان لو حطيتها في التسبيكة بتطول على ما تستوي. فهنا ما بتاخدش معاكي نار كتير، بتطلع معاكي بسرعة وبتبقى جميلة والله يا بنات، وبتبقى طعم خرافة. حتى حبة الشوربة كده بتحس شوربة بصلصة كده بتبقى طعمها حلو. هنا انا نزلت بكمية الصلصة اللي انا عاملاها كلها، واسيبها بقى تاخد ايه غلوتين 3 معاها كده. وفي الفترة دي بحط معاها ورقة لورا ولا فص مستكة وحبهان، بتبقى جميلة. زي ما انتوا شايفين ما شاء الله تبارك الرحمن، عملنا شوية كرشة. كان غدا جميل وغدا بسيط وغدا ممتع. طبعا احنا بنجهز دلوقتي تجهيزات رمضان، وان شاء الله هنبقى نعمل الحاجات دي في رمضان وتبقى جميلة وتعجبكم. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش باللايك يا حلوين، نشوف وشكم على خير يا رب. مع السلامة.